مايسترو في نص الملعب، لاعب عالي جدا مهاريا ومسدد ممتاز على المرمى، وانسب بديل لعمرو السولية. ومش بس كده، ده بيهدد مكان عمرو السولية وممكن يلعب اساسي عليه كمان. السلام عليكم. استكمالا للسلسلة اللي اتعملت عن الثلاث لاعبين الفلسطينيين المرشحين للانضمام للنادي الاهلي، واللي اتكلمنا عن 2 منهم وهم مصطفى زيدان وعدي الدباغ، والنهارده هنتكلم عن اللاعب الثالث والاخير. اللاعب الثالث هو ادم كايد، لاعب سويدي من اصول فلسطينية، حاجة كده شبه ستايل جندوزي لاعب منتخب فرنسا، تقريبا نفس طريقة لعبه وستايله وشعره الطويل. لاعب واعد وبيلعب في نص الملعب وامكانياته مميزه. هنتكلم عن كل التفاصيل اللي تخص اللاعب ده وعن مميزاته ومدى الاضافه اللي ممكن يقدمها للنادي الاهلي اذا انضم للنادي ان شاء الله. بس فضلا وليس امرا، قبل ما نبدا الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. ويلا بينا يا صديقي نبدا الحلقه. معكم طوفان اهلاوي. اللاعب اللي قدامك ده اسمه ادم كايد، مواليد 2 مارس سنة 2002، يعني عنده 20 سنة في الوقت الحالي. مركزه الاساسي في الملعب بيلعب في نص الملعب مركز 8، ولكنه بيقدر يلعب جناح يمين او جناح شمال لانه عنده مهارة كويسة بتساعده على ده، ولاعب سريع ما شاء الله عليه، وفعلا واجباته الهجومية ممتازة. اللاعب ده طوله 1.77 سم، وقيمته التسويقية على ترانسفير ماركت 250 ألف يورو، واخر تحديث لقيمته ده كان يوم 9/12/2022، يعني من 3 ايام بالظبط. بيلعب حاليا في نادي اسمه ستيبك في الدوري النرويجي، ولكنه معار من نادي هيلسنجبورغ السويدي، النادي اللي بدأ فيه لعب كرة القدم. والاعارة بتاعته دي كانت لمدة 4 شهور، وكانت بقيمة 250 ألف يورو، وده رقم انا بشوفه كبير بصراحة، لان لو كان تمن الاعاره كده هيبقى سعر شرائه غالي، ولكن مش ده اللي يخصني دلوقتي. ادم بدأ مسيرته الاحترافيه في موسم 2019-2020 مع نادي هيلسنجبورغ تحت 17 سنه، ثم لعب مع فريق تحت 19 سنه بعدها، وفي موسم 2021 اتصعد للفريق الاول بسبب المستوى الكبير اللي كان بيقدمه مع قطاعات الناشئين في النادي. بعد تصعيده للفريق الاول قدر يلعب معاهم 39 مباراه بمعدل دقائق لعب 2179 دقيقة، يعني تقريبا 24 مباراة بحسب دقائق اللعب اللي هو لعبها، وقدر يسجل خلالهم 4 أهداف وحصل على 4 انذارات، وده طبعا لانه بيلعب في نص الملعب وبيبقى فيه احتكاك كبير باللعيبه اللي قدامه. بعد تألقه مع النادي يجي له عرض من الدوري الدنماركي من النادي اللي بيلعب فيه حاليا اللي هو اسمه ستيبك، النادي اللي بيلعب في الدوري النرويجي، ولعب معاهم حتى الان طول ال4 شهور 3 مباريات فقط بمعدل دقائق لعب 74 دقيقة، يعني قول انه لعب مباراة واحدة وقدر يصنع هدف. واعتقد يعني بسبب عدد الدقائق الضئيل ده مش هيتم شراؤه من ناديه الاصلي من الفريق اللي بيلعب فيه حاليا، والاعارة بتاعته هتنتهي يوم 31/12 الحالي، يعني في شهر يناير تقدر تتفاوض مع الفريق بتاعه الاصلي لو انت عاوزه. على المستوى الدولي هو لعب مع منتخبات السويد في معظم الاعمار السنية، لعب تحت 16 سنة وتحت 18 سنة وتحت 20 سنة، ولكن طول ما هو معاه الجنسية الفلسطينية يقدر يلعب لمنتخب فلسطين عادي جدا. وده ليه بقى؟ طول ما هو ما شاركش مع منتخب السويد الاول يقدر يلعب مع فلسطين عادي، ويقدر يتأيد مصري لو الاهلي فكر فيه، وده طبعا حتى لو شارك مع السويد لانه معاه الجنسية الفلسطينية. مميزات اللاعب ده انه ما شاء الله لاعب قوي ومالي مركزه في نص الملعب، وبيقدر يغطي مساحات كبيرة لان قوته البدنية عالية، زائد انه لاعب حريف وكورته كويسة جدا، وكورته الكويسة دي بتقدر تساعده على نقل الكرة بشكل دقيق، ودايما بيبقى عنده حلول بسبب مهارته الممتازة، وتلاقيه بيعدي من 1 و2 ويعمل دوران باللعيبة ويحط الباص. لا فعلا لاعب مميز. ادم لاعب عصري في نص الملعب، فعلا بيعمل واجبات البلاي ميكر بشكل ممتاز وهو بيلعب في مركز 8، يعني ممكن تلعب بطريقة 4-3-3 ويبقى مميز جدا في مركز 8. كمان بيقدر يعمل الربط ما بين الخطين بمستوى عالي، وبيقدر يعمل التكملة الهجومية داخل منطقة الجزاء ويسجل منها اهداف. كمان مسدد هايل على المرمى وفي اتقان شديد في التسديدات بتاعته، تحركاته كلها ذكية وبيتحرك ما بين الخطوط بشكل رائع، ولما بيلعب جناح هو سريع جدا وانطلاقاته دايما بتمثل خطورة للفريق المنافس. تعال اوريك بعض الاهداف ليه تدل انه فعلا لاعب قوته الهجومية ممتازة ولاعب ممتاز وواعد جدا في نص الملعب.
هنا كانت هجمة عليهم، هو بيقدر يعمل التحولات بشكل ممتاز بسبب انه سريع ما شاء الله. زميله معاه الكورة، ادم بيطلب الكورة وبيتحرك بسرعة ممتازة، وبالفعل يتحط له الباص قدامه ويروح على الجول ويعمل تشيب من فوق الحارس علشان يسجل هدف ولا اروع. ما يسجلوش غير لاعب حريف فعلا، وكمان بيلعب جناح مثلا، ولكنه بيقدر يعمل التكملة بشكل ممتاز، ولاعب كورته مميزة جدا. هنا برضو الكرة بتتعمل بالعرض وبترجع على حدود منطقة الجزاء علشان يجي ادم كايد ويسجل برجله العكسية هدف ممتاز منه بتكملة داخل منطقة الجزاء. ودي حاجة كويسة انه يبقى عندك لاعب في نص الملعب بيقدر يعمل التكملة الهجومية بشكل كويس. هنا بيلعب جناح وبيتحرك بشكل ممتاز ما بين الخطوط علشان الكرة تتلعب له بالعرض، ويقدر يسجل هدف من لمسة واحدة في الجول بتسديدة قوية جدا. كمان واجباته الدفاعية كويسة لانه لاعب قوي وعلى المستوى البدني كويس، ويقدر يقدم اقوى من كده بكتير في السنين اللي جاية لانه خامة ممتازة. كمان هو مميز في الباص زي ما قلت لك، والباص اللي بيطلع من رجله مميز على اعلى درجة، وبيقدر يعمل الربط بشكل كويس، وكمان بيقدر يعمل اوفرات لما بيكمل على ناحية الجناح. هو فعلا لاعب في نص الملعب مركز 8 متكامل، ناقصه بس الخبرات وهيدي اضافة لاي فريق يلعب فيه لان امكانياته وخامته مميزة جدا. الحلقة النهاردة مش كبيرة قوي لان اللاعب ملهوش فيديوهات كتيرة ولانه ملعبش كتير في الفريق الاول. طبعا انا قلت لك 39 مباراة و3 مباريات مع الفريق اللي بيلعب فيه حاليا، فعدد دقايق مش كبير يعني، ولكن بحسب المواقف اللي احنا شفناها له اظهرت انه لاعب فعلا مميز ولاعب ترشيح ممتاز للنادي الاهلي. وبس يا سيدي، وده كان اخر لاعب من اللاعبين اصحاب الاصول الفلسطينية المرشحين للانتقال للنادي الاهلي. انا خلصت كلامي وخلصت سلسلة الحلقات دي، انت دلوقتي اللي هتقرر الاهلي في احتياج لمين في الثلاث لاعبين اللي انا قلت لك عليهم. اول لاعب هو مصطفى زيدان اللي بيلعب بلاي ميكر ووينج رايت والمدفعجي فعلا، واللي الناس كتير اشادت بيه، واللي اتمنى النادي الاهلي يختار اللاعب ده من وجهة نظري، لاننا محتاجين المركز ده ومحتاجين لاعب بكواليتي ممتاز زي مصطفى زيدان. والتاني عدي الدباغ المهاجم القناص اللي بيلعب في مركز راس الحربة والجناح الشمال، بغداد بنجاح المستقبل، اللاعب المحترف في الدوري البرتغالي واللي برضه مقدم اداءات ممتازة واضافة برضه لو انضم للنادي الاهلي. واللاعب الثالث هو ادم كايد اللي بيلعب في مركز نص الملعب مركز 8، واللي بيقدر كمان يلعب جناح يمين او شمال، واللاعب الواعد جدا اللي عنده 20 سنة في الوقت الحالي، تقدر تستفاد منه تسويقيا فيما بعد وتاخد منه اداءات فنية في الملعب كبيرة لانه لسه لاعب صغير ولاعب قوته البدنية ممتازة فعلا. اكتب لي في الكومنتات من هو اللاعب الاكثر اهمية بالنسبة لسكواد النادي الاهلي وليه اخترت اللاعب ده، هستنى رايك لانه يهمني جدا، وهندردش مع بعض في الكومنتات. تمنياتي يا صديقي قبل ما تقفل الحلقة يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو تقديرا لمجهودي، وتفعل زر الجرس لو مش مفعله علشان الحلقات الجديدة كلها يجيلك اشعار بيها. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، اشوفكم بخير يا حبايب، هرد على كل اسئلتكم في الكومنتات ان شاء الله. نتقابل في حلقة جديدة وقول لي نفسك في حلقة عن مين. سلام.